لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلاة ربي وسلامه عليه. وبعد، أسباب النصر في كتاب الله عز وجل كثيرة، تدور كلها حول توحيد الله، أن نكون موحدين، وأن نتقي الله، وأن نطيعه، وأن نحفظ حدوده. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله عز وجل، هل أدلكم على تجارة؟ الناس بتحب التجارة. هل أدلكم على تجارة، لكن تجارة إيه؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ما هي يا رب؟ قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. جهاد في سبيل الله، الدفاع عن الدين، الدفاع عن المقدسات، الدفاع عن الوطن، الدفاع عن العرض، الدفاع عن الضعفاء المستضعفين من المؤمنين. كل ذلك جهاد في سبيل الله، لأن ذلك أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. جهاد بالمال، الإنفاق في وجوه الخير. جهاد بالمال، الإنفاق في وجوه الخير، الإنفاق على كل السبل التي فيها منفعة للمسلمين والتي فيها خير للمسلمين وللعباد والبلاد. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. هذا هو المكافأة، النتيجة. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، يعني كأنها حاجة كده هدية، حاجة فوق البيعة. يعني الأمور الأولى دي أساسية، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. حاجة تانية بقى كده هدية من الله. وأخرى تحبونها، نصر من الله، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. النصر يأتي هبة ويأتي هدية من الله عز وجل للمؤمنين إذا التزموا منهج الله عز وجل، وإذا أطاعوا الله عز وجل، وإذا تاجروا مع الله عز وجل بأموالهم وأنفسهم. فهذه بعض أسباب النصر في كتاب الله عز وجل. وشرع الله تعالى لنا أن نفرح بنصر الله، لا أن نغتر به، أن نفرح بنصر الله بأن ننسب النصر ننسبه لله عز وجل، وينسب الفضل لله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم. الله عز وجل هو الذي ينصر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ينصر من يشاء، كما قال الله عز وجل في أول سورة الروم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده. إذا ما اتقينا الله والتزمنا بمنهج الإسلام وبتوحيد الله عز وجل يتحقق النصر لا محالة. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
الناس يعلمون أمور الدنيا ويفسرون كل شيء تفسيرا دنيويا بحت، لكن لا نفسر الأمور في ضوء حقائق الدين وحقائق الآخرة، وهم عن الآخرة هم غافلون. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مع هذا الفرح لا بد من الاعتدال في الفرح، لأن الفرح إذا اشتد قد يقتل وقد يمرض. تسمع واحد يعني حصل على جائزة أو كسب مكسبا كبيرا فأصابته سكتة قلبية مات في الحال. فهذا الفرح يحتاج إلى تهذيب وتعديل. فلذلك في سورة النصر يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أعمل إيه بقى؟ قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره. شوف، أما ربنا ينصرك ما تفرحش وتقول أنا عملت وسويت ولولا قوتي ولولا جيشي ولولا دفاعي ولولا لا، الفضل كله لله. سبح، نزه الله واحمده. سبح بحمد ربك يعني هات تسبيحا مختلطا بالحمد تنسب الفضل كله لله. فسبح بحمد ربك واستغفره. طيب أسبح ربنا واحمده واستغفره من إيه؟ أنا كنت في جهاد في سبيل الله أجاهد لله، فمما أستغفر لم أكن في معصية. تستغفره تتهم نفسك بالنقص، أنك لم تقم لله تعالى حق القيام. ما من أحد يقوم في طاعة لله فيقوم فيها كما ينبغي. أنت حينما تصلي هل تصلي كما ينبغي؟ طيب بتصلي كده، بتصلي يعني الصلاة تاخد فيها 10 على 10. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ نسمع الحديث دوت نختم به. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يصلي وينصرف من صلاته وما كتب له من صلاته إلا عشرها. ياخد من الصلاة إيه؟ 10%. لو ابنك جاب لك في الامتحان 1 من 10 ولا 10%، ماذا تقول عنه؟ فاشل. إن أحدكم لا ينصرف من صلاته وما كتب له من صلاته إلا إيه؟ عشرها، تسعوها، ثمنوها، سبعوها، سدسوها، خمسوها، ربعوها، ثلثها، نصفها. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أجدع واحد فينا بيحصل في الصلاة كام؟ 50%، وده يبقى الايه؟ البريمو، يبقى نمبر 1 زي ما بيقولوا، بس في الايه؟ في العبادة، في الطاعة. حصل على 50%. ركز بنسبة 50% في الصلاة، نصفها. فالشيطان لا يدعك تفوز بأجر العبادة وأجر الطاعة كلها ويوسوس لك. فلذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم عقب كل طاعة أن يستغفر الله بعد الصلاة. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يقول إيه؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. أول ما يسلم: أستغفر الله. أستغفر الله من إيه؟ لم أقم حق القيام لله. ما تنفعش الصلاة. الصلاة دي ليست هي التي تليق بالله عز وجل. فأنا أستغفر الله تعالى منها. عارف لما يجي لك ضيف وتقدم له يعني طعام وشراب وفاكهة وبتاع، وبعدين تعتذر له، تحس ان اللي انت قدمته لا يليق بايه؟ بهذا الضيف. تقول والله يعني اعذرنا، سامحنا، معلش، اللي مقدمينه ده ما يليقش بيك خالص، يعني ما يليقش بمقامك. فانت تعتذر لله وتستغفره. هذه الصلاة لا تليق، لكن أرجوك يا رب أن تتقبلها، وهو كريم يقبل من عباده. بعد الصيام في أواخر رمضان تستغفر: اللهم إنك في العشر الأواخر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. في الحج
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وقال واستغفروا الله، تستغفر في الحج. في النصر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. علينا أن نحمد الله عز وجل على نعمه وننسب الفضل له سبحانه، ونستغفره من ذنوبنا ومن تقصيرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يديم علينا نعمته، وأن ينصر الموحدين المسلمين، وأن ينصر أمتنا في كل مكان، وأن يديم علينا فضله وعزة الإسلام ونصره وكرمه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين والقيامة. الله أكبر الله أكبر.